برحب بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية التانية اللي هنتكلم فيها عن المدرب المصري في الخارج. في الخليج تحديدا وفي الخليج تحديدا لسه كنت هقول لانها قضيه كبيره. احنا المدربين عندنا ما بيخرجوش خارج القاره الافريقيه والقاره الاسيويه، لكن القاره الاوروبيه والناس اللي بعيد دول لا لسه ما وصلنا لهمش. عايزين نعرف ايه الاسباب ان احنا ما وصلناش، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المدرب المصري في الدول العربيه عموما بيحقق نجاحات وقد تكون مبهره في بعض الحالات، ويعني خلينا نبقى واضحين اكتر في اكثر الحالات كمان. لكن المدرب المصري داخل مصر بينجح ولا لا؟ ايه اسباب الفشل لو هي موجوده؟ حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها في هذا المجال، لكن مشرفنا في فقرتنا مع حضراتكم حالا كابتن محمد فاروق المدير الفني لفريق المجزل السعودي. نصبح على حضرتك يا فندم. والدكتور يحيى شرقاوي مخطط الاحمال والاعداد البدني. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نعرض المشكله تاني كده، يعني او التحقيق بتاعنا كده ملخص ليه برضه عشان المشاهد يبقى متعايش معانا. احنا عندنا يا جماعه كان في السبعينات وفي مطلع الثمانينات كان معظم الفرق الخليجيه كان ماسكها اجهزه فنيه مصريه، وكانوا هم بيتولوا المسؤوليه رقم واحد، يعني مدير فني، يعني كابتن ابو رجيله، الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكي عثمان، دكتور طه الطوخي، مجموعه كبيره جدا، دكتور طه اسماعيل قلته ذكرته، مجموعه كبيره جدا من الاسماء اللامعه كانت بتتولى المسؤوليه. كابتن احمد رفعت طبعا في انديه، وانديه ايه؟ انديه قمه، يعني اتحاد، اهلي، الشباب، كل الفرق ديت كان بيتولاها مدربين مصريين. كابتن محمود الجوهري كمان، منتخب الاردن. وبعدين فجاه في السنوات الاخيره الحقيقه السوق التدريبي خلى تماما من المصريين، بمعنى اصح المصريين ابتدوا يتواجدوا في التدريب بس في فرق درجه ثانيه في الدوري السعودي او في فرق الناشئين او مدرب مساعد. وفي المقابل كمان في افريقيا ابتدى يكون في تواجد، لكن تواجد برضه من خلال اتفاقات بتكون ما بين وزاره الخارجيه وهذه الدول، زي جيبوتي، زي تشاد، زي سيراليون، زي بروندي. كل هذه الدول بتكون من خلال اتفاقات. طيب فين المدرب المصري؟ اين وضعيه واسم المدرب المصري في منطقه الخليج او في الدول المتميزه افريقيا؟ ده موضوع التحقيق بتاعنا. هل المدرب المصري يعني في قصور من جانبه في ناحيه المعلومات، في الناحيه الثقافيه، وبالتالي خلى اسمه في تراجع، ولا في اسباب اخرى؟ نبدا بالكابتن فاروق. اسمح لي كابتن فاروق، بقالك كام سنه في السعوديه؟ حوالي 9 سنين. 9 سنين في السعوديه. كم مدرب مصري في فرق في الخليج بقى بصفه عامه كله؟ مين مدرب مصري بيتولى فريق اول واسم في الدوري الممتاز؟ والله حاليا هو كان يمكن اخر مدرب كان ماسك كابتن طارق يحيى، كان ماسك فريق هجر السعودي السنه اللي فاتت، وما حالفهوش التوفيق. مفيش ولا مدرب مصري في السعوديه حاليا في الممتاز ماسك فريق؟ لا. او في الامارات او في لا، على مدى معلوماتي ان ما فيش. لكن السنه دي الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وهي القضيه كبيره يا استاذ طارق، يعني ليها جذور كبيره قوي. لكن هنكلمك على السنه دي بالتحديد. يمكن في دوري الركاء للمحترفين اللي هو دوري الدرجه الاولى السعودي، يمكن كان في 2 مدربين سعوديين السنه دي. كان كابتن اشرف قاسم في نادي الوطني، وكنت انا في نادي المجزل السعودي. جميل. دوري الركاء للمحترفين هو بمثابه الدوري الممتاز عندنا هنا في قوته، من ناحيه الامكانيات الماديه ومن ناحيه المشاهده ومن ناحيه الاعلام. هو دوري تقدر تقول عليه دوري ممتاز. طيب ليه المدرب المصري ما بيتولاش او ما فيش طلب عليه بالنسبه للفرق الاولى او منتخبات؟ يعني انا اعرف منتخب الكويت دلوقتي نبيل معلول مثلا، اعرف انه كان في فرق كتير جدا في السعوديه وفي قطر مدرب جزائري، وفي معظم الاقطار دلوقتي مدربين توانسه وجزائريين وماسكين فرق اولى ومنتخبات. هو انا ممكن اقول حاجه يا طارق؟ اتفضلي يا ماما. يعني اذا كان المدرب المصري مصر ما بتلجألوش في المنتخب او في الانديه الكبيره، هل لا في الانديه الكبيره الدول العربيه بس انا اقصد قطبي الكره مثلا؟ ما احنا دلوقتي عندنا المدربين جنسياتهم ايه؟ كان عندنا، احنا بنتكلم على الوضع الحالي دلوقتي يا طارق. فلما ما ياخدوش حقهم في مصر، هل نعتقد انه الدول العربيه هتلجأ اليهم بالطريقه دي؟ لا، يعني احنا حضرتك عايزين نقلب السؤال شويه، واحنا عايزين نقول ان معلش انا اسف ان الاعلام هنا مسؤوليه كبيره قوي، عليه مسؤوليه كبيره. احنا يعني انا هدي لحضرتك دلوقتي خلال حديثنا امثله كتير جدا عن مدربين محققين نجاحات كتيره قوي في الدول العربيه وبالتحديد السعوديه، اللي انا اخر محطه ليا. انا قبل كده كنت في الامارات وحاليا في السعوديه، فهتكلم عن السعوديه على وجه التحديد.
مدربين كتير قوي عاملين نجاحات وللاسف غير مكرمين في بلدنا هنا. يعني زي مثلا الكابتن عمرو انور. كابتن عمرو انور مرتين نادي الاتحاد السعودي، هو ماسك رايح متعاقد على الفريق الاولمبي بالنسبه للاتحاد السعودي، تعاقد كمدير فني للفريق الاولمبي للاتحاد. الراجل حقق بطوله الكاس مع الفريق الاولمبي. لما مشوا الراجل الاوروبي بتاع الفريق الاول استعانوا بالكابتن عمرو انور مره، ادار 4 مباريات كسبهم، وبعدين رجعوا تعاقدوا مع مدرب تاني. لما وقعوا في نفس المشكله تاني جابوا الكابتن عمرو انور، حسوا ان التجربه بتاعته كانت ناجحه وان هو مدير فني كفء. رجع لعب 7 مباريات، لك ان تتخيل اخذ في ال7 مباريات 21 نقطه، يعني واخد 10 من 10. 7 مباريات فوز متتالي، محدش اتكلم عليه خالص. حتى في الاعلام المصري ما فيش غير يمكن اعلامي وحيد بدون ذكر اسماء اللي جاب هو ليه عادي. الكابتن خالد الغندور يمكن جاب عنه خبر كده هوت وخلاص. بقيه المحطات الفضائيه والتلفزيون المصري ما حدش جاب عنه سيره خالص. مش عايزين ننسى على فكره بالمناسبه كمان عشان ما نبقاش يعني يرخص حد حقه، كابتن طارق مصطفى بيقود الدفاع في المغرب بشكل جيد، نتائج جيده ما شاء الله عليه، معظم مبارياته يعني حاجه ربنا يوفقه. تعالى حضرتك مصر بقى تركز معاه بعد ما يحقق نجاحات بره. والله احنا محققين اوريدي، احنا محققين وماشيين كويس جدا، بس ما حدش يعرف عننا حاجه هنا اهو. يعني تعالى خش على النادي الشباب السعودي، من اكبر 3 أو 4 انديه سعوديه. نادي الشباب غني عن التعريف، بيقودوا دلوقتي من البراعم للفريق الاولمبي اجهزه فنيه مصريه بقياده. عندنا كابتن عادل، حاجه جميله جدا، كابتن عادل عبد الرحمن. هو المسؤول مسؤوليه كامله عن قطاع هناك كامل بعد تجربته في نادي النصر، لانه السنه اللي قبل اللي فاتت كان مع نادي النصر السعودي على مستوى الناشئين، وحقق بطوله الكاس والدوري في نادي النصر. استعانوا بيه، مشي من النصر استعانوا بيه نادي الشباب، حقق معاهم كاس الاتحاد وهو ماشي اول في الدوري دلوقتي. وبناء على النتائج دي مجتهد جدا وطموح جدا وبيشتغل طبعا. انا لعبته قبل ما اجي على فكره مباراه وديه عملت ايه؟ كسبته 2-0 وديه مش مشكله. طب اسمح لي اروح للكابتن الشرقاوي في راي تاني يقول لك، وخلينا نتكلم بصراحه يعني تمام. ان ربما احنا قصرنا شويه في النواحي الثقافيه، ربما احنا يعني حته الاهتمام بالمحليه لما اي مدرب بيطلع بره او حتى في مجال اخر بيلاقي مشكله. يعني هو هنا كل متابعته لمباريات الدوري، للاهلي، للزمالك، لانبي، للترسانه، للاولمبي، لما بيكون في صراع مع مدرب، بلاش صراع، اقول في تنافس مع مدرب اخر، بيكون هذا المدرب الاخر بيعرف لغتين 3، بيكون متابع لكل ما يحدث في العالم، بيكون عنده معلومات جيده جدا، بالتالي لما بيحصل يعني بيكون كفه الثاني ارجح. ايه رايك في الكلام ده؟ لا دي نقطه مهمه جدا بالفعل. ده يمكن احنا هنا في مصر لازلنا شغالين داخل الخطوط العريضه. لما نرتقي لابعد من كده، يعني ما تبص تلاقي احنا شغالين شوف الناس في اوروبا وصلت فين، احنا بنبص تحت رجلينا لسه. بالظبط. احنا مقصرين يعني فعلا. جداً جداً. انا معجب بصراحتك جدا. لا سيادتك يعني ما تبص مثلا تشوف الناس في اوروبا مثلا مستويات اللعيبه مثلا، يعني مثلا موضوع زي التغذيه مهم جدا. يعني نسب الدهون عند اللعيب في اوروبا مثلا تلاقيه لا يتعدى 7%، كريستيانو رونالدو مثلا 5%. انت عندك هنا لعيبه بروفيشنال في انديه كبيره بتوصل 10%. دي نقطه. طب اسمح لي كابتن شرقاوي، يعني ما فعله بعض اللاعبين تصرفات سلبيه، هل سابت كمان انطباع سيء عند المدربين وعند كل من هو في الوسط الرياضي؟ يعني احنا شفنا كتير جدا راحوا في دول وما كملوش عقودهم، وراحوا في بعض الاماكن وافتعلوا مشاكل، ويعني امثله انا مش عايز اقعد اذكر اعد كم الناس اللي في دول الخليج وفي الدول الاوروبيه. هل دي سابت اثر سلبي عليك وبتخلي الناس برضو قلقانه، يقول لك لا طب ما انا ده ممكن ما يلتزمش، لا طب ما انا اجيب مدرب من الحته الفلانيه افضل ولا ايه؟ بالظبط اكيد. يعني في الاول في الاخر بقول لك لعيب مصري او المدرب المصري، ما هو انا اللعيب دوت لما يكون موجود بره العين عليه، واحنا عندنا نسبه المدربين برضو المحترفين او اللعيبه قليله جدا يعني. فالكلام كله بيتاخد على ان ده المصري. طيب انت عايز تزيد في النسبه دي سواء في اللعيبه مثلا بره او المدربين. طيب الانطباع السيء اللي حصل في الاخر كام سنه سواء من اللعيبه يعني وعلى اخرهم مش عايزين نذكر اسماء يعني، حتى في بعض المدربين كمان، حتى في الخليج وقع كتير جدا. جدا يعني يروح اللعيب يروح وما يكملش العقد بتاعه، ما يلتزمش، كل شويه عايز اجازات ينزل مصر.
بيسيب انطباع سلبي. بالظبط، الاحترافيه مش موجوده، الثقافه الاحترافيه كلاعب وموجود في دوري بروفيشنال مثلا. بس بدون قطع كلام حضراتكم، احنا شايفين ان جزء من مباراه احدى مباريات النصر السعودي بطل الدوري، ده كان اول مباراه في فتره الاعداد بتاعتنا، وانهزمنا بضربه جزاء وجون اوفسايد. كابتن فاروق، عشان نغير الشكل ده، يعني في اتفاق منكم ان احنا مقصرين فعلا كمدربين مصريين، ممكن في النواحي الثقافيه، في متابعه الكره العالميه، في متابعه يعني نخرج شويه من الجانب المحلي، وفي نفس الوقت برضو انتوا اجمعتوا انه ممكن يكون في تصرفات البعض سابت اثر سلبي. ايه المطلوب مننا عشان نرجع السمعه المميزه تاني للمدربين المصريين، عشان نشوف مدربين ماسكين فرق ومنتخبات كبيره؟ طب حضرتك قبل ما نقول احنا مقصرين، المفروض حضرتك تسالنا مقصرين ليه؟ يعني مثلا برضو هنضرب مثل بالاتحاد الكره السعودي. النهارده اي دوره بتتعمل في الاتحاد السعودي تبقى على حساب الاتحاد مش على حساب المدرب. هنا بتتعمل على حساب مدرب. انا لسه واخد الرخصه بيه قريب، يمكن ده كان سبب نزولي عشان الرخصه دي على حسابنا. النهارده هم هناك في السعوديه بيبعتوك في المانيا وبيبعتوك في رومانيا وبيبعتوك هنا اتكلفت حوالي 3000 جنيه، مش مبلغ يعني، لكن انا بقول لحضرتك بس في البعض مدرب مجتهد وما عندوش في السعوديه كل من الى لحد مختلف. الاقامه لحد التغذيه لحد كل على حساب الاتحاد. ما هو ده يخليني برضو اسال حضرتك، يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا ليه ما وصلناش لاوروبا؟ طبعا احنا مش هنتكلم في القصه دي دلوقتي لان في طفره جامده بيننا وبينهم، لكن خلينا نساوي نفسنا شويه بالدول العربيه اللي هي المفروض تبقى زينا قريبه مننا. المنظومه الرياضيه نفسها، اختلاف المنظومه الرياضيه هنا مثلا عن السعوديه في ايه؟ هقول لحضرتك دوري ركاء السنه دي في السعوديه، وده برضو هي القضيه كبيره شويه، معلش اسمحي لي يعني اشرحها شويه. احنا هنا في الدوري المصري، وده يحزننا احنا كمدربين ان احنا لا يكرم نبي في وطنه. النهارده في مصر هتلاقي من 10 ل 15 مدرب بيمشي من هنا بيروح هنا، بيمشي من هنا بيروح هنا، وما فيش اي جديد، مع ان سياسات الدوله حتى على المستوى السياسي التغيير الشامل واعطاء الفرصه للشباب واعطاء الفرصه للخبرات. النهارده ما فيش الكلام ده في الدوري، فلان مشي من هنا راح هنا، فلان مشي من هنا راح هنا، واللي بره بره واللي جوه جوه. النهارده السعوديه عامله في دوري الركاء بالتحديد ان قال لك اي نادي يجيب مدرب اجنبي فالنادي هو اللي يتحمل مسؤوليته، يديله 50,000 يديله 10,000 يديله 15، هو براحته. لكن اللي هيجيب مدرب وطني هو على الشركه الراعيه اللي هي شركه ركاء ديت الراعيه الدوري. احنا ما نقولش لا هي مش شركه احنا قلنا اسمها لا ده هي واخده اسم الدوري يا استاذ طارق، هي واخده اسم الدوري مش دعايه. هي متوليه دلوقتي الراتب بتاع المدرب، اي مدرب سعودي. يعني انت لو نادي اتعاقدت مع مدرب سعودي، مش انت مش النادي اللي بيديله الراتب، الشركه نفسها هي اللي بتديله الراتب. حاولوا يرتقوا فعلا بالمدرب هناك، المدرب الوطني. يمكن شوف انا على ثقه، مش في مجال التدريب انا على بس، ثقه على التوانسه موجوده هناك في غزو. بالظبط. انا على ثقه كابتن شرقاوي انه في مدربين مصريين رائعين. انتوا ذكرتوا عمرو جدا كابتن عمرو انور، كابتن عادل عبد الرحمن، كنتوا بتتكلموا على الكابتن اشرف قاسم، في كمان صديق عزيز كابتن ايمن السراج برضه ماسك فرق الشباب، يعني عاملين نتائج كويسه جدا. كابتن عبود الخضر يا كابتن طارق، كابتن عبود الخضر، كابتن عبود الخضري قيمه وقامه مصريه. في قطر كمان عندنا الكابتن علي خليل، طبعا الكابتن احمد ناجي في قطر، انجازات هائله جدا. دكتور جمال النمكي في نادي الجيش كمشرف عام على قطاع الكوره هناك. لا ما شاء الله، حتى على الجانب الاداري هناك كان معظم المدربين هناك في القطاعات المراحل السنيه في قطر كلهم مصريين. معظم انديه قطر كلهم مصريين. المدرب المصري شاطر يا استاذ طارق طبعا. بس عايز حاجتين، لكن عايز يهتم شويه بالنواحي الثقافيه، مفيش مشكله وما فيهاش اي عيب، خدت بال حضرتك، وعايز برضو زي ما انت قلت لما يكون عامل نتائج طيبه ان احنا نقف معاه. ادونا فرصتنا هنا. لا يعني انا رساله مني للمسؤولين للادارات هنا في الانديه والمسؤولين القائمين على الكوره هنا، هو في والله العظيم مدربين مش هقول افضل من اللي هنا، لكن التغيير مطلوب يا جماعه. اسالوا علينا، احنا بنتحرك في 7 8 اسماء بس خلاص، هم دول مشي من نادي مش عارف. انا يعز عليا يا استاذ طارق اما انزل مصر ابص الاقي جاي لي عرض من الامارات، انا جاي لي عرض من الامارات حاليا، عرض من البحرين، عرض وانا في السعوديه جاي لي عرض من السعوديه، وبلدي مش جاي لي منها ولا عرض، ما حدش يعرف عنك حاجه يعني. تعرف يا كابتن مجدي عبد الغني لما سالوه ايه سر نجاح المدرب المصري في الدول العربيه وسر عدم نجاحه جوه،
أيوة. فقال انه المدرب المصري بره تم اختياره على اساس الكفاءه، وفعلا اثبت كفاءته في الخارج وهو ملتزم بعقود مع الناس، فالموضوع خد فرصته. انما المدرب في الخارج، طب اكمل الراي واختلف يا طارق براحتك. لكن المدرب في الداخل طبعا الكلام ده مش قاعده عامه، احنا بنتكلم على البعض. لكن المدرب في الداخل شايف من وجهه نظره انه تم تعيينه عن طريق المحسوبيه او المجامله، ولذلك لا يثبت اي نجاح. اعترض بقى طارق. لا انا اعترض ان احنا ولسه ده موضوع تعيين المدرب المصري في دول الخليج لابد ان يكون يتواجد في الاجهزه الفنيه منتخبات وفرق اولى، ده النجاح. يعني كويس انه في محاولات ان احنا نتواجد في فرق الممتاز بيه ونتواجد في الشباب، ده جميل. لكن المقياس الاكبر كابتن فاروق ما اعرفش تتفق معايا ان انا اكون ماسك منتخب، ان انا اكون ماسك نادي كبير من انديه القمه، وهتلاقي الاعلام غصب عنه بيهتم. طب يعني في اكتر من اللي حققه عمرو انور عشان الاعلامي، في اكتر من اللي حققه كابتن عبود الخضري، يعني كابتن عبود الخضري وكابتن محمود الجوهري. احنا هنا لا، انا بتكلم على مستوى الاسامي اللي هي نجحت بره مش جوه. تمام. يعني احنا هنا كأن ما لهاش تاريخ داخلي قوي قد ما لكن ليها تاريخ هنا تحس حاكمينها حكم قراقوش يعني. انت بره والله العظيم تحس ان بره كابتن عبود الخضري مسك فرقه الوطني ديت اللي كان كابتن اشرف قاسم ماسكها السنه دي. كابتن عبود مسكها من الدرجه الثالثه، بص يا كابتن طارق، من الثالثه للثانيه في موسم، وبعدين اولى، وبعدين ممتاز، وبعدين بقاء في الممتاز. عايز ايه اكتر من كده؟ ومسكها بامكانيات مش عايزين نقول كان من انديه القمه، الوطني هناك برضو من الانديه اللي هي مستواها المادي يعني يدوب على قده. لا في ناس هنا ما خدوش حقهم بصراحه، حققوا نجاح. زي ما حضرتك قلت كده النقطه بتاعت المجاملات، انا متفق قلبا وقالبا فعلا تم، والدليل يعني اخر اختيارات الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه، المعايير اللي وضعها الدكتور طه اسماعيل والاختيارات شخصيه هايله دكتور طه. طبعا ولا ما نفذت منها حوالي 30%، ما اختاروش منها حد. يعني هو قدم ليهم، قعد حوالي شهر شغال الراجل واللجنه اللي معاه، اللجنه الفنيه اللي معاه، ويقيم في معظم المدربين، وفي الاخر لابد يكون في عين برضه بتتابع المدربين وتعرف نتائجهم وتتابع جانب تاني، تعمل جانب السي في بتاعهم تجمع. الاعلام مقصر جدا زي ما كابتن الاعلام مقصر اذا كان في نتائج، لكن الاعلام مش هيهتم مثلا بحد. ليه كابتن عادل عبد الرحمن ما شاء الله اول. لا كابتن عادل احنا كان موجود عندنا امبارح كابتن عادل، واخد البطوله امبارح، كان موجود عندنا بالمناسبه. حبيبي عادل والله، في اكتر من انه ياخد بطوله ويتصدر البطوله السنه دي، يعني في اكتر من كده. كابتن احنا كل يوم هناك في الجرايد، يعني كل يوم انا مسكت الفايحه كابتن، كان باقي 7 مباريات وكان الجرايد هناك تقول من سيهبط مع الفايحه. 7 مباريات وبقيتهم بفضل الله يعني. بعد كده العميد برضه بقيتهم، كان باقي لهم 8 مباريات وبقيتهم في الدوري، حققت مع نجران مركز رابع وما حدش يسمع عن نجران حاجه. عموما كابتن فاروق وكابتن شرقاوي المدرب المصري يبقى له قيمه كبيره، أكيد. يبقى له الفضل الاول في حتت كتير جدا في الخليج، في السعوديه، في الكويت، في قطر، في البحرين، في الامارات. المدرب المصري كان ليه دور كبير جدا في هذه الدول في الشكل والصوره اللي موجوده عليها كره القدم، ونتمنى انه يرجع انا عايزه بقى بالمناسبه طارق، واخر سؤال بقى لينا في الفقره دي، اسال يعني دكتور يحيى، بتشوف الاجواء نفسها في المنظومه الرياضيه ما بين مصر واي دوله خليجيه او السعوديه حتى تحديدا بما انه حضرتك هناك؟ هي متقاربه نوعا ما. متقاربه يعني متقاربه، لكن في الخليج صراحه يعني الناس عندها التزام اكتر. بالظبط، عندها اهداف بتسعى ليها وشغاله عليها وهتوصل ليها. اما احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك احنا لسه شغالين في الخطوط العريضه. بيستعينوا بخبراء اجانب لتطوير المنظومه الرياضيه نفسها؟ معظمهم شوفي، يعني هقول لحضرتك في اول السيزون مثلا بيجي المدرب يعمل، يفترض يتم هنا او في اي مكان في العالم بيعمل قياسات الفريق بتاعه، مثلا سات فسيولوجيه في معامل، شكل معملي احنا اشتغلناها في المجازر بالظبط. تلاقي هناك المعامل، حجم المعامل ما شاء الله يعني، والامكانيات احنا ما عندناش حاجات من. السؤال ليكم انتوا الاثنين الحقيقه وتجاوبوني بصراحه في كلمه واحده، لو جالكم عرض من مصر دلوقتي من احدى الانديه المصريه تعودوا ولا تكملوا في السوق؟ لو ببلاش انا هشتغل في مصر. لو ببلاش ترجع. كابتن شرقاوي اكيد طبعا يعني. ترجع برضه يعني المقابل المادي مش هي. لا بلدي اولى بيا اكيد يعني. شكرا، شرفتونا يا كابتن، وكل التوفيق دايما للمدرب المصري، واحنا كان غرضنا من هذا التحقيق ان احنا نكون دايما في افضل صوره، الصوره اللي تعودنا عليها من المدربين المصريين واسمهم اللامع في كل العالم العربي وفي افريقيا. شكرا كابتن، شكرا استاذ. دي كانت فقرتنا الحواريه الثانيه، هنستاذن حضراتكم فاصل قصير استعدادا لفقرتنا الحواريه الثالثه والاخيره مسك الختام اللي هتكون مع كابتن سيد يوسف بعد هذا.